استعنا على الشقة بالله. لا 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 لا، دي مش اغنية جديدة. احنا متعودين ان كل يوم 4 الساعة 8 بينزل اغنية جديدة لحمزة نمرة، لكن ده مش حمزة نمرة ودي مش اغنية جديدة. انا شيف اشرف ويلا بينا نبدأ. احلم معايا ادمي الاجازة، محتاج اجازة تاني ارجع يا ماضي تاني. انسان جواك وجوايا يا ناس مش صافية، جبتولنا الكافية ولسه بتعلم. رايق رايق رايق. هو الالبوم خلص، بس الكلام عن حمزة نمرة لسه ما خلص، فخلينا نرجع لورا شوية. حمزة نمرة بالنسبة لي مش مجرد مغني ولا مطرب مفضل بالنسبة لي، ده صاحبي واللي بيعرف يتكلم عني وعن مشاكلي، عن كل اللي بمر بيه. 2009 نزل بألبوم احلم معايا، وزي اي طفل بيحلم ان هو يحقق احلام كتير، وانه في المستقبل هيكسر الدنيا ويعمل اللي ما يتعملش. بعدها بسنتين بتحصل ثورة يعني كلمات جديدة والحان جديدة. يعني مثلا بعيدا عن الميدان وتذكرتي اللي كانوا من افضل اغاني الالبوم بالمناسبة، ده غنى لنظام التعليم في 2011 واحنا في 2023 ولسه في نفس المشكلة. ازمة زي ما هي ما بتتغيرش. وفي نفس الالبوم اغنية اوعدوني وعلى باب الله اللي بيخلوك تحس ان لسه الدنيا بخير وان لسه في امل. قلبي يسمعني كان بمثابة صرخة، الراجل بيصرخ بصوت ان حد يسمعه ان الدنيا بقت صعبة عليه. واحدة من اعظم الاغاني اغنية تسمحيلي، اغنية فيها تجلي وعمل فيها تشبيه عظيم بواحد بيشتكي لأمه من صعوبة الحياة وبيدعي انها دايما ترجع وتفضل بهية. كنت حاسس ان انا الوحيد، بس انا واتنين اخرين بس اللي بسمعه، لحد لما فجأة وبدون اي مقدمات حصل ونزل اغنية داري قلبي اللي كسرت الدنيا وقتها، والدنيا قعدت وما قامتش. الناس ابتدت تقول مين ده اللي بيغني عن مشاكلنا وبيغني الكلام بتاعنا، مش اللي بيغني عن حبيبتي او عن اللي جرحني. وايه الكلمات وايه الالحان وايه الحاجات الحلوه دي. اكتر من 380 مليون فيو لحد وقت تصوير الفيديو ده، ما شاء الله. يعني احنا ما بنحسدش. كان نفسي اقول لكم كنتوا فين انتوا من زمان، ده احنا من ايام احلم معانا في 2009. هنا بس الناس قررت تسمع وتعرف مين هو حمزة نمرة، المطرب والملحن والمنتج لاغانيه، فنان الشامل اللي بيجي يطبطب عليه وهوب يكرهك في نفسك في الاغنيه اللي بعديها، والاغنيه اللي بعدها يفكرك انك لسه قاعد متنيل على عينك ما عملتش حاجه. بس مش هيسيبك كده، هيشجعك ويقولك ان لسه في امل. اما بقى الالبوم اللي قبل الاخير فكان ناجح جدا. عايز تعرف ازاي؟ اقولك تعالى نشرب قهوه في حته بعيده واعزمك على نكته جديده واحكي لك بالظبط ايه هو اللي عمله مختلف المرة دي. حمزة اتبع طريقة جديدة شوية في التسويق. ازاي؟ كل يوم 4 اغنيتين بينزلوا. هدها يا معلم، هو ده مش اول مرة يعمل فيها الحركة دي؟ بالظبط كده. والطريقة دي نجحت جدا ونجحت اغاني كتيرة قوي كانوا ممكن ما تلاقيش نفس الصدى لو نزل الالبوم كامل على بعض، زي اغنيتين الوقعة الاخيرة واغنية القصة واللي كان. اغنيتين كانوا حلوين وبسمسم رغم انهم اندريتد جدا ومش مذكورين كتير، زي بالظبط اغنيه فاضي شويه ومش مهم واستعيذوا ومعلش اللي كانوا فيهم قص جبهات للصبح. ورغم ان الالبوم ده نجح جدا لكنه ما سكتش على كده، ونزل بوست كان في غايه الاهميه بيطلب فيه من الشعراء ومن العازفين كلمات والحان للالبوم الجديد. يا معلم انت الالبوم بتاعك لسه مكسر الدنيا، طب افرح بيه شويه. لا، انا هفكر في الالبوم الجديد. هي دي المنتاليتي. مش شخص فلتة الدنيا مشيت معاه وخلاص بقى ترند. لا 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 لا، ده شخص بجد عاوز يشتغل وعاوز يعمل حاجة نضيفة. تخيل معايا وصل له اكتر من 1200 عمل، وده اكيد ساعده في انه ينتج الماستر بيس والالبوم الاخير اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يلا بينا بقى نرجع نقعد على الكرسي ونتكلم على الالبوم برواقه. البوم رايق من اسمه بس كده خلاص بقى، حلو الكلام. حمزة قاعد ممخمخ وناوي يسلطنا بشوية اغاني حلوة وروقان، مش بقى نكد ولا في قطع شرايين
ولا في الكلام اللي احنا متعودين عليه كل ألبوم ده. اسم الألبوم نفسه رايق. الأغنية الأولى بتنزل دخلة حلوة، أغنية هادية، أماكن تصوير لطيفة كده ومريحة للعين. تنزل الأغنية التانية والتالتة أغنية غروب وأغنية اسكندرية. اللي بيحب اسكندرية هيحبها أكتر وهيحس إن هو كمان عاوز يقوم كده ويلبس هدومه ويسافر هناك. طب والمرسى أبو العباس انت حبيبة كل الناس. وغروب الأغنية اللي بتخليك بتشتاق لصوتها كل يوم وقت الغروب. كل شيء جميل، لكن هوب كل ده بيروح لما بتنزل الأغنية الصاعقة وهي أفضل أغنية في الألبوم، رياح الحياة. يجي بقى يدوس على قلبك ويقولك تفاؤل ايه يالا، اقعد كده واقعد اسمع الكلمتين، انت كده كده هتقطع شرايينك النهارده. ومن بعدها نزل باغنيه انا الطيب اللي تشبه شويه اغنيه الواد العبيط اللي نزلها من ألبوم هطير من تاني. بس انا الطيب كانت احلى بكتير. انا الطيب وعامل اني مش طيب عشان الناس بقت تدوس على الطيب، ولعله خير. الامل والبسمه والتفاؤل رجعوا مني. يسكت بقى على كده في الالبوم؟ اكيد لا. يخش علينا باغنيه انا مش سليم، وكانه ضميرك اللي فجاه صحي وقال لك بقى ايه، خد بقى تعالى بقى انت ايه، تعالى انت في بلاوي كتيره ما عملتهاش، فين التاسكات بقى والليست اللي انت كل شويه بتعملها فين؟ اقول لك تاني ارجع يا ماضي من تاني، يلا فكرني ان انا لسه واقف مكاني. انت عايز مني ايه يا عم؟ يعني انت عايزني اقوم اموت نفسي دلوقتي؟ انا مش عارف والله. انت عايز يا عم ان انا عم حمزه. ثم اغنيه شيخ العرب اللي هي ما عجبتنيش قوي، ريسبكت طبعا ليها، بس هي ما كانتش التايب بتاعي. هي ليها شخصيه وكده وتحس انها جايه من تتر مسلسل صعيدي كده وليها هيبه وكده وبتاع، بس انا مش تابع الكلام ده. اغنيه عالم كدابه وقله الاصل اللي بقت موجوده، وحمزه نمره في الشعبي ما اقولكش بقى، لازم بص يوم ايه عامل ملحمه وحاجه كده من ريحه اغنيه مش مهم من الالبوم اللي فات. ثم اكيد راجعين، الاغنيه الاقل من حيث الوقت بس الاكتر من حيث التأثير عليا انا شخصيا، اغنية مرايات والصياعة في الفيديو كليب والكلمات والالحان. ثم رجعنا لوجع القلب، الاغنية الفرفوشة واكتر اغنية فرفوشة موجودة في الالبوم، معمولة بمزاج سواء في الفيديو سواء في الكلمات سواء في الالحان سواء في التوزيع، حاجة اخر عظمة. مسك الختام كان في اغنية يا سفينة، ألبوم تفوق فيه على نفسه، استعان بيه بالحرس القديم زي محمود فاروق اللي كتب أغلب أغانيه، وتوزيعات جديدة، والحالة العبقرية اللي بيعملها لنا كل أسبوع لما بينزل فيه أغاني. خرج لنا ألبوم هيعيش كتير وكتير قوي كمان. من وجهة نظري ترتيبي وتقييمي لكل اغاني الالبوم، شيخ العرب هي اقل اغنية 5.5 من رايق 6 من 10، سفينة واسكندرية الاتنين برضو 6 من 10، غروب 6.5 من 10، انا الطيب 6.5 من 10، لعله خير 6.5، مش سليم 7.5، وجع القلب برضو 7.5، عالم كدابة 8، مرايات 8، اكيد راجعين 8.5، واخيرا اعظم اغنية في الالبوم ريح الحياة 9 من 10. لو انا فضلت من هنا لبكرة اتكلم عن حمزة مش هوفيه حق، بس هيكفي ان اقول له شكرا انك الفنان الوحيد اللي انا متاكد ان انا لو شغلت الاغنيه وسط عيلتي هينبسطوا، وهتبقى مشغله وانت مطمن ومتاكد انك هتتسلطن. ده كل اللي عندي حلقه النهارده، كنت معاكم شريف اشرف. انتوا متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، استنونا ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم.